يعني حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر الأمة إن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني تعتبر تلت القرآن. طيب تلت القرآن وأنا في الجهاد؟ أيوة الصحابة كانوا في الجهاد، وعشان الصحابة طول النهار في القتال وكده فربنا سبحانه وتعالى اداهم المنحة ديت، واستفاد من هذه المنحة جميع المسلمين، لأن الصحابة كانوا بيقيموا الليل بالقرآن كله وبنصف القرآن وبتلت القرآن. فلما جه بقى واتفرض عليهم القتال والجهاد، فطبعا هدمنا طول النهار ماسك السيف، فلازما سبحانه وتعالى يعطيهم هذه المنحة وهذه الجايزة، والجايزة دي احنا استفدنا منها. طب لو أنا بقرأ قل هو الله أحد ولا نايم على جنبي هاخد إيه؟ أجر ثلث القرآن. طب لو أنا طالع أتوبيس أو سيارة أو طيارة أو ماشي في أي مكان، يعني تقرأ قل هو الله أحد وأنت نايم على جنبك وأنت واقف وأنت في السفر وأنت في الشغل وأنت في أي مكان هتاخد تلت القرآن. طيب هل اللي بيقرأ 10 أجزاء زي مثلا من سورة الفاتحة زي آخر سورة التوبة دول 10 أجزاء هياخد نفس الثواب؟ يا عم ده فضل يؤتيه الله من يشاء سبحانه وتعالى. دي هيبقى لها أجر ودي لها أجر يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام. فعشان كده أحباب النبي عليه الصلاة والسلام ما نحاولش نهبط نفسنا، لأن واحد من الصحابة خرج في سرية بالصحابة الكرام وكان بيقرأ في صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر بسورة الإخلاص، فلما رجع الصحابة اشتكوه للنبي عليه الصلاة والسلام، فجابوا وسألوا، قالوا أنت كنت بتقرأ بيهم في صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الفجر سورة الإخلاص على طول، ايه الموضوع دوت؟ فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام انا بحب سورة الإخلاص يا رسول الله. فالرسول قال له كده حبك اياها ادخلك الجنة. فالانسان ما يستقلش اي حاجة ادام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال فالسمع والطاعة. فانا كده يا احباب النبي عليه الصلاة والسلام والله اعرف ناس ممكن كل يوم جمعة يقعدوا قل هو الله احد 100 مرة على السبحة كده، ده نقول له لا ما تقراش؟ لا يا احباب النبي عليه الصلاة والسلام، اي حد عايز يبقى لسانه رطب بذكر الله يقرا قرآن تسبيح استغفار يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستفيد من هذا الدين العظيم. وصلى الله وسلم على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.